اهلا بيك في حلقه جديده مع اتعلم مع العسال، وهنكمل في الحلقه دي على اللي احنا عملناه قبل كده في الباوربوينت، وان احنا ابتدينا من الصفر وشفنا ازاي ان احنا نستخدم حاجه اسمها السلايد ماستر، وشفنا ازاي ان احنا نبدا الباوربوينت بتاعتنا صح ونوفر وقت كبير جدا ونسطب الدنيا بتاعتنا بشكل لطيف في الباوربوينت. وهنشوف في الحلقه بقى دي يا سيدي حاجه مهمه جدا، وهو ازاي ان احنا نعمل الكالر باليت بتاعتنا او باليته الالوان بتاعتنا او المجموعه اللونيه اللي احنا هنشتغل بيها في البرزنتيشن كلها. فهنشوف الكلام دوت، وهنشوف ازاي ان احنا كمان نقدر نستخرج الوان من اللوجو مثلا بتاعنا او من الصوره بتاعتنا. هنشوف الكلام ده ان شاء الله في الحلقه دي، واللي هي هتوفر عليك وقت كبير جدا جدا لما تيجي تشتغل بعد كده في اي برزنتيشن عندك، لانها هتسرع لك من العمليه وتخلي الوانك جاهزه. وهنشوف ازاي نعمل جريدينت كالرز وازاي نعمل حاجات حلوه قوي. فيلا بينا نخش في الحلقه دي على طول ونشوف هنعمل الكلام ده ازاي في الحلقه الثانيه من اتعلم الباوربوينت من الصفر. شفنا يا سيدي من المره اللي فاتت، الحلقه اللي فاتت اللي هي كانت خاصه بالباوربوينت، ان احنا ازاي عملنا التصميم بتاع الهوم بيج دي، او اللي هي تقدر تقول اللي هو الانترو بيج، الصفحه الرئيسيه. وشفنا فهمنا ايه قصه السلايد ماستر وازاي مبدئيا ممكن نستخدمه. طيب تعالى بقى نكمل نكمل النهارده ونشوف احنا هنعمل يعني نكمل بقيه الدنيا معانا ازاي. ومن الحاجات المهمه اللي احنا المفروض نعملها ان احنا نحدد الكالر باليت بتاعتنا. يعني ايه الكالر باليت بتاعتنا؟ احنا بنعمل تصميم، فبالتالي في البرزنتيشن بدل ما انا كل شويه اعيد استخدام الوان واقعد ادور على الواني واتوه في الالوان بتاعتي وكده، من المهم ان انا احدد الكالر باليت بتاعتي او باليتة الالوان اللي هشتغل بيها. طيب نعمل الكلام ده ازاي؟ احنا لما جينا بصينا هنا يا سيدي لاحظ ان دي كده الباليتة الالوان اللي احنا هنستخدم اللون الاصفر. انا اخترت اللون الاصفر لان انا ده يعتبر من البراندنج كولر بتاعتي، فانا عايز اظبط موضوع الباليت بتاعت الالوان. طيب هنظبطها ازاي؟ في طرق حلوه جدا ممكن تخليك تعمل الكلام دوت، وفي موقع لطيف جدا هيساعدك في القصه دي. فانا هرجع تاني على السلايد ماستر وهدوس على الصوره وهعمل للصوره كوبي. عايز اعمل الصوره كوبي، وبعد كده يا سيدي هروح على موقع لطيف جدا. الموقع دوت اسمه image color picker. بص لاحظ اسمه ايه، image color picker. هتدوس على السايت دوت وهتخش هتلاقي لاحظ قالك ايه pick your color online. يعني احنا عايزين نعمل باليتة الوان. لاحظ من الميزه هنا انت بتستخدم صوره عشان تطلع منها باليتة الوان. فانا هقول له use your image. هدوس على use your image. هتلاحظ ان انا ممكن احط صوره من حاجه اسمها paste clipboard. يعني ايه؟ يعني انا عملت كوبي للصوره اللي عندي على الباوربوينت هنا، فبعد ما انا عملتها كنترول سي كوبي او دوست رايت كليك وعملت كوبي، هي دلوقتي بقت محفوظه عندي في حاجه اسمها الكليب بورد على الويندوز او على الماك برضو. وبعد كده ارجع للموقع بتاعي دوت واجي هنا واروح دايس كنترول مع في، او بص لاحظ اول ما دوست كنترول مع في الصوره فعلا نزلت هنا والالوان اللي في الصوره كلها طلعت لي. فبقيت اقدر ان انا اختار، يعني بص لاحظ انه اتحرك هنا كمان. اي حركه هنا، لو انا مثلا دوست هنا هتلاحظ اللون ده جالي، دوست هنا هتلاحظ اللون ده جالي، دوست هنا. في اي مكان هتدوس فيه هتجيب الوان اللي انت عايزها. الجراي برضو موجود هنا. طيب فبالتالي كده يا سيدي انا ايه، عشان اخد باليتة الوان فانا عايز اخد الوان حلوه. فانا لاحظ اللون بتاع الحته دي لون جريدينت، فانا هدوس هنا كده عشان اجيب افتح لون وهروح عامل له كوبي من هنا. هاخد الهكسا كود بتاعه او رقم اللون. لاحظ خدت رقم اللون. هروح على الباوربوينت بتاعي تاني وهاجي في الكالرز وهقول له كاستمايز كالرز، يعني ظبط لي الالوان. وبعد كده يا سيدي هتيجي هنا هتلاقي دي ايه، النيو كالرز او النيو ثيم كالر بتاعك او الالوان اللي انت عايز تستخدمها. الالوان اللي عايز استخدمها اقدر بقى ان انا لاحظ اتحكم في الالوان من هنا. لاحظ دي تكست باك جراوند ومش عارف ايه الخلفيات بتاعه النصوص انا هسيبها زي ما هي، لكن انا هغير الالوان الاكسنت بتاعتي. فهبدا هختار ادوس هنا كده واقول له مور كالرز واروح رايح في الهكس في الحته اللي تحت دي كده الهكس كود، واروح دايس كنترول في اروح حاطط اللون بتاعي. فنزلت اول لون. بعد كده ارجع تاني للموقع بتاعي واختار لون اغمق شويه، فاختار اللون الاغمق منه دوت واعمل له كوبي وارجع تاني هنا واحطه هنا برضو في الهكس كود واقول له اوكي.
وارجع تاني اخد لون اغمق سنة او اخد اللون الغامق خالص اللي هنا دوت، اغمق لون هنا واعمل له كوبي واروح حاطه في هذا المكان مور كولرز، واروح واقف هنا واعمل كنترول في ودايس اوكي. واخد اللون الجراي دوت اللي هو لون البنطلون اللي هي لابساه، هاخد اللون دوت واروح برضو واخده كده كوبي وارجع احطه هنا بدل اللون الاصفر دوت اللي هو موجود هنا، هعمله كده وادوس اوكي. وهيتبقى عندي لونين، اللونين دول انا ممكن اخد لون غامق شويه زي اللون دوت. بص لحظه، ممكن ادوس على اللون من هنا هيجي برضو، او ممكن اخد لون اصفر فاتح، لون التيشيرت بتاعها حاجه فاتحه قوي كده، واعمل لها كوبي واحطه هنا اوكي. ولو انت عايز تستخدم اي الوان تانية ممكن ناخد لون، يعني كده كده احنا معانا اللون الاسود كده كده موجود، احنا بناخد الوان اللي احنا ممكن نحتاجها في شغلنا. طيب والابيض كده كده معانا برضو، تكست باك جراوند اللايت دوت موجود، والحاجات دي كلها موجوده. لو انت عايز تغير حته الهايبر لينك دي او اللي هو اللون الهايبر لينك اللي بالازرق دوت، او فولود هايبر لينك اللي هو دوت، ممكن تغير الهايبر لينك دوت، يعني اللي هو اللينك لو انت عايز تحط لينك في في السلايد بتاعتك او في البرزنتيشن يعني. وهنا لاحظ دي التكست باك جراوند دارك اللي هي اللون الاسود اللي هو اللون الغامق اللي في الظهر دوت، ودوت اللون الفاتح بتاع الخلفيه. فبيوريك شكل الحاجه هتبقى عامله ازاي على لون غامق وعلى لون فاتح. اللون الفاتح لطيف، اللون الغامق هيبقى عندك مشكله في الهايبر لينك لانه مش هيبان، فانت ممكن تغير لون الهايبر لينك، بس خد بالك ان هو لما بتغيره بيتغير في الناحيتين، فانت بتحاول تشوف لون يبقى ظاهر في الناحيتين. يعني نقول اللون الازرق مبدئيا كويس للهايبر لينكس انها معروفه ان هي لونها ازرق، ودوت كويس، واحنا غالبا هنشتغل بالكالر دي. فلاحظ انا عندي اللون الاخضر، لاحظ بص دي كل الالوان اللي انا غيرتها، وفي الاخر عندي هنا اللون الاخضر. الفكره ان احنا محتاجين نعمل ترتيب افضل من كده للالوان. يعني بص الترتيب هنا لاحظ بص بادئ من فاتح ورايح لغامق، وبعد كده هنا دخل في جراي وبعد كده راح لاخضر. فالجريدينت ده مش احسن حاجه، او يعني الترتيب ده في الالوان مش احسن حاجه. فاحنا ممكن نعيد تظبيط الترتيب. فانا المفروض اجيب الاصفر الفاتح دوت هنا فوق، ولاحظ ان انا ممكن اجيب الاصفر اللي هو اخر حاجه انا اخترتها هنا اللايت يلو، واجيبها كمان اول حاجه اصلا، اجيب الاصفر الفاتح وراه الاصفر اللي هو الاغمق منه سنه، وراه الاغمق منه ده، وبعد كده احط الجراي. انا كده كده مش هستخدم الشورتس، وممكن اروح اجيب لون تاني اللي هو اللون دوت مثلا، ادوس عليه كده، اللون ده برضو ممكن نستخدمه، اعمل له كوبي واروح احطه مكان الاخضر دوت، عشان يبقى معانا نفس الباليت اللي هي درجات الوان من الاصفر كتير تساعدنا في شغلنا. بس هي دي لون غامق احنا ممكن نحتاجه. وهدوس كاستم مثلا، هكتب هنا مثلا critical thinking كورس او كورس الكريتيكال ثينكينج وادوس اوكي. وانا كده يعتبر عملت كولر باليت. طيب ميزه ايه الكولر باليت دي؟ ان انا لو جيت لو انت اي حاجه هنا، لو وقفت كده على هوم او على جيت على بص هتلاقي الكولرز بتاعتي انا مختارها اهيت هنا، وهتلاقي تظهر لي في اي حاجه انا بلونها. لاحظ بص الباليت بتاعتي بقت موجوده اهي، الالوان دي كل الالوان اللي انا بستخدمها اللي انا لسه عاملها بقت موجوده هنا بعيدا عن الستاندرد كولرز، ودي الالوان اللي احنا لسه مستخدمينها. في طريقه تانية ان انت لو عايز تاخد لون، ان انا ممكن استخدم حاجه اسمها الكالر بيكر. لما بدوس كده على اي صوره لاحظ ان انا ممكن اخد الكالر بيكر دوت، مثلا لو انا عايز اعمل شيب او اعمل اوتلاين شيب فيل دي، لاحظ ان البيكتشر دي تعتبر يعني موجوده، بس انا ممكن اخد لون من اي حاجه. لاحظ دي كلها كالر فاريانس من نفس الصوره بتاعتي برضو، كل ده وانا واقف في المنيو بتاعه البيكتشر فورمات. انا مش عايز اشتتك كتير، وهوريك حته الكالر بيكر دي بعدين. بس يعني اللي انت ممكن تقدر، لو انا واقف عملت انسرت كده مثلا وحطيت شيب، دوست على انسرت بعد كده شيب وحطيت مثلا مربع كده، لاحظ مربع جاي باللون الاصفر دوت. انا ممكن اجي واقول له من الشيب فيل انا عايز اغير لونه، هدوس عليه كده هتلاقي في حاجه اسمها اي دروبر. اي دروبر دي هتخليني ان انا بص لو دوست على مثلا لو انا دخليه اسود دوست على اللون ده هتلاقيه بقى اسود. انا ممكن اغير حاجه مبنيه على حته الايه الاي دروبر دوت، او ممكن اجيب الاصفر ده، او ممكن اجيب اي لون انا عايزه الون بيه الشيب او الشكل بتاعي اللي انا عامله. فدي ايه عشان تفهم حته الكالر بيكر. احنا كده بقى معانا الالوان بتاعتنا، فتعالى نبدا نشوف احنا ممكن نلون ازاي. طيب انا ممكن هنا انا لاحظ ان انا اخترت اللون الاصفر دوت وعايز اكمل عليه في السلايد بتاعتي.
فانا ممكن اعمل حركه لطيفه جدا، انا هاجي كده على تصميم مختلف، تصميم تاني يعني لاحظ ده كده اللي هو ايه، الهوم بيج بتاعتنا او الانترو، الصفحه الرئيسيه. لاحظ ده لاي اوت تاني او شكل تاني من اشكال الصفحات احنا ممكن نعدله ونستخدم فيه حاجات لطيفه. فانا لما اقف كده على المكان دوت هتلاقي في حاجه اسمها باك جراوند ستايلز، وممكن اعمل فورمات للباك جراوند. ومفروض ان انت لما تروح برضو على الخانه يا سيدي اعتقد بتاعت، هو هنا من سلايد ماستر باك جراوند ستايلز، هدوس عليها واقول له فورمات باك جراوند. لما دوست فورمات باك جراوند لاحظ هو جاب لي على اليمين كده فورمات باك جراوند دي، وقال لي هي واخده سوليد فيل. سوليد فيل يعني ايه؟ يعني لون دايس كله، يعني لون كله اكنك لون واحد. ولاحظ هو مديلك لون ابيض. طيب احنا اللون اللي عندنا هنا لون جريدينت. يعني لون جريدينت يعني داخل من فاتح لغامق. لاحظ بص فيه كده ضي كده لطيف هنا. فاحنا ممكن نستخدم الجريدينت اللون دوت في احنا نعمل خلفيه للسلايدز بتاعتنا. طب تعالى نشوف هنعمل الكلام ده ازاي، عن طريق ان احنا نعمل حاجه اسمها جريدينت فيل. جريدينت فيل، لاحظ هو لما دوست على جريدينت فيل اوتوماتيك هو جاب لي الوان من الوان الثيم او الكالرز بتاعتي اللي انا عاملها. لاحظ بص انت لما بتقف على اي لون تاني هو بيغير لك الالوان دي بناء على كل دي كولر باليتس انت ممكن تستخدمها يعني. بس بما ان احنا دي الالوان اللي احنا مختارينها فهو عامل لك كده. طيب انت ممكن بقى تتحكم في الموضوع ده بشكل اكبر. لاحظ هو بادئ من الابيض ورايح للون اصفر فاتح. هنا بتبدا اللون اللي بتبدا بيه، يعني ده اول لون، بعد كده بيفضل ماشي فتره لحد ما يوصل للون التاني، وده البوزيشن بتاعه 74%، وبعد كده اللون التالت، بعد كده اللون الرابع. فانا لو جيت على اول لون وقلت له هاجي وادوس هنا وهغير اللون بتاعه من هنا، يعني ادوس على اول لون اللي هو لاحظ الابيض اللي فوق دوت، وادوس عليه واقول له هات لي. لاحظ بص دي الالوان بتاعتي اهي كلها. انا اقول له ابدا لي من الاصفر الغامق دوت، وامشي لي واحده واحده لحد ما توصل للفاتح، او ممكن اخليه يوصل في الفاتح في النص وارجع في اخر نقطه خالص. ارجع في اخر نقطه خالص هنا واقول له اديني اصفر اللي هو الاصفر الغامق شويه. بس لاحظ كده الدنيا ايه، الجريدينت هنا عنيف شويه، يعني هو دخل هنا وفاتح في غامق قوي. فانا ممكن اخليها في الاصفر اللي هو اهدى شويه، وهيبقى لاحظ الدنيا هنا عامله بهذه الكيفيه، المسافه هنا كبيره. فعشان ما يبقاش عندنا الدروب العنيف دوت اللي هو برضو بعيد عن اللي احنا عاملينه هنا، فانا ممكن لاحظ بص انا لما اخد دي كده واحرك بيها كده، بص لاحظ الجريدينت بيتغير ازاي، واخد بالك ان هو اللون بيطلع وينزل. فانا ممكن اقف على دي واعمل ماينس هنا، اقول له ريموف جريدينت ستوب، وهاجي دي هنا كده. لاحظ هنا المسافة هنا واسعة. طيب انا عشان اقلل مساحة الابيض ده فانا ممكن اجي بدي كده، بص لاحظ بص هاجي بدي كده وانزل الابيض ده شوية تحت. بس الابيض دوت مساحته يعني عنيفة شوية، والاتجاه بتاعه نوعه لينير، والدايركشن بتاعه جاي بهذه بالطريقة دي. فانا ممكن اخلي الدايركشن بتاعه لينير، يعني واقف كده. بص لاحظ بقى هنا كده اهو هو لينير زي ما هو، بس الدايركشن بتاعه بقى ايه، بقى 90 درجة كده، بقى واقف كده. فبالتالي هيبقى افضل. واقلل اللون دوت شويه، يعني انا دوست واحده عملت زائد، اروح دايس هنا تاني، وهحاول ان انا اخليه ما يبقاش في نفس درجه الفتحان قوي دي، يعني نحاول نقلل درجه الفتحان بتاعته شويه. ونيجي هنا كده، ونيجي هنا كده شويه، نجيبه هنا. وبرده ممكن نغمقه سنه شويه عن كده، بس كده هو بقى كله نفس اللون يعتبر. هندوس كنترول زد، فوصلت ان ده بقى لون جريدينت. لما تيجي تبص هنا هو قريب من دوت، وهنا تحت اغمق شويه، لان طبعا دوت تعتبر لون باك جراوند حقيقيه. انت هنا بتحاول تلونها طبقا لنفس اتجاه اللون اللي هناك، فاكيد طبعا هيكون فيه فروق شويه عشان خاطر الفرق بين اللون الحقيقي واللون اللي انت عامله. وممكن احنا نغمق الاتجاه ده شويه اكتر عن طريق الالوان اللي احنا اخترناها. بس لاحظ بص اللون دوت غامق قوي، ولو انا عملت كده هيبقى غامق. هجيبه ناحية الشمال، ناحية الشمال خالص، فغمقته شوية كمان، بس يعني ايه، ده غامق بزيادة. فاحنا نحاول ان احنا نهديه شوية، نرجعه تاني اللون دوت، ونخلي الابيض، نقلل مساحة الابيض اللي احنا قلنا عليها، بس مش هنقللها قوي كده. وهيبقى ده كده اللون اللي احنا مثلا اللي احنا ظبطناه بالجريدينت بتاعنا. ولاحظ كده بقى ان انا لو رجعت وقفلت السلايد الماستر فيو، هيبقى عندك اللون بتاعك عامل كده اهو.
واللي هو اولموست نفس الايه، من نفس الاتجاه او واخد من نفس الحاجه، شارب من نفس الموضوع اللي انت عامله هنا نسبيا. وممكن تقلل الابيض ده لو انت عايزه. يعني ممكن نرجع تاني للسلايد ماستر عن طريق القائمه بتاعه فيو، نرجع لسلايد ماستر تاني، و ان انا ممكن اقلل اللون ده شويه لو انا عايز ادوس عليه كده. ولاحظ هنا في حاجه اسمها الترانسبيرنسي والبرايتنس. انا ممكن اقلل البرايتنس بتاعه عشان ما يبقاش منور قوي هنا، بس ما تبص لاحظ ان ايه نسبه الابيض راحت. فانا ايه عشان اللون ما يبقاش مزعج للعين او تعب العين شويه، فانا بص قللت البرايتنس بتاعته درجه حوالي مثلا ايه 10% عشان اللون يبقى متناسق شويه. وممكن اللون دوت ازود اقلل البرايتنس بتاعته اكتر عشان اغمقه سنه شويه عشان يبقى فيه تباين برضو الطف. وانت كده يا سيدي ظبطت خلفيه جريدينت تقدر انك تشتغل بيها بعد كده، تقدر تاخد نفس الباترن دوت وتكرره. بص لاحظ انت ممكن تقول له ابلاي تو اول، هيروح مطبقه على كل الحاجات دي. فانت كده يا سيدي عملت ايه تقدر تقول عملت الخلطه اللي انت ممكن تشتغل بيها بعد كده. بس فانت كده عملت ايه شكل السلايد دي. لو عملت ابلاي تو اول هيطبقهم على كل السلايدز بتاعتنا، بس احنا مش عايزين نعمل كده دلوقتي لان احنا عايزين نعمل اختلافات وتباين في شغلنا شويه. فدي كده يا سيدي فهمت ازاي تعمل الكالر باليت وتشتغل بيها. لاحظ الفوترز هنا باللون الجراي، واعتقد اللون الجراي ده مش الطف حاجه في ان احنا نشتغل بيه. فاحنا هنرجع على السلايد ماستر تاني، وساعتها ممكن الفوتر دوت لاحظ اللون بتاعه انا ممكن اغير الكالر بتاعه شويه. فخليها اقول له هو بص لاحظ هنا الفيل، انا ممكن ادوس هنا واختار كالر من الكالرز باليتس بتاعتنا. بس انا هختار اسود عشان اسود هيبقى واضح اكتر، واختار هنا اسود واختار هنا اسود. بس هنا هيغير في دي بس، فانا هرجع فوق اصلا المفروض في السلايد ماستر نفسها اللي هو الماستر سلايد اللي هو بيطبق على كلهم، وهدوس هنا واخليها اسود واخليه اسود واخليه اسود عشان يبقى اللون اوضح والطف يعني. وبس كده يا سيدي انت كده فهمت ازاي تعمل color palettes او تظبط الوانك عشان خاطر تبقى انت تعرف تستخدمها بعد كده في اي حاجه. حتى في الفونتات تقدر انك تختار، هتلاقي نفس الكالر باليت بتاعتك ممكن تتحكم فيها وتغيرها، الالوان الجريز بتاعتك هي موجوده. كل حاجه انت عاملها هنا ممكن تستخدمها بالكيفيه اللي انت عايزها. اتمنى الحلقه دي يا سيدي تكون عجبتك ان شاء الله، واشوفك كل يوم سبت وثلاث الساعه 8 توقيت مصر مع اتعلم مع العسال. وتابع السيريز بتاعت او البلاي ليست بتاعت الباوربوينت دي لو انت مهتم بيه، وان شاء الله كل فتره هننزل فيديوهات جديده. ولو عايز تدعم القناه انزل تحت هتلاقي في باقات دعم كتير، واشوفك على خير.